مش بس كده، أنت كمان بتصحى من النوم بتحس إن أنت مخنوق ومش قادر تتنفس، كل ده من مشاكل اضطرابات النوم اللي إحنا هنتكلم فيها في الفيديو ده بإذن الله. السلام عليكم، إزيكم؟ أنا يوسف. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن إزاي نحافظ على صحتنا بإذن الله، وده هيكون أول فيديو في القناة عن الصحة. إن شاء الله النهارده بالتحديد هنتكلم عن اضطرابات النوم والأرق وكل الحاجات الوحشة اللي إحنا مش بنحبها اللي للأسف مع 90% مننا. هنتكلم النهارده عن المشاكل اللي بتقابلنا والحاجات اللي بتأدي أصلًا للمشاكل دي الأسباب بتاعته، وكمان العلاج والحلول بإذن الله. ما تنساش إن أنت تشترك في القناة، لإن أنا اتفاجئت إن أكتر من 65% من الناس بتتفرج وهي أصلًا مش مشتركين في القناة، فما تنساش إن دي حاجة بتدعم القناة جدًا، وبإذن الله هنطوّر من محتوانا أكتر، فما تنساش إن أنت تدعمها بالاشتراك بتاعك، وإن أنت تشوف لو حد محتاج الفيديو تشيّره معاه. يلا بينا نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنا مش جاي النهارده أقول لك عن فوايد النوم، لإن أنت أكيد عارف فوايد النوم كويس جدًا، ولو مش عارف كفاية فعايز أقول لك إن النوم لوحده كفيل يأثّر على إنتاجيتك بنسبة تتخطى ال80%. ده لو أنت الإنتاجية طبعًا مهمة بالنسبة لك، مش بس كده، ده كفيل يأثّر على حياتك كلها، على المدى القصير والمدى البعيد. دي النقطة الأولى. النقطة التانية، خلّيك فاكر إن إحنا هنتكلم هنا عن جودة النوم كمان. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت لو مُعتمد لأي سبب من الأسباب بقى سواء لظروف عمل أو لظروف تانية، إن أنت بتنام وقت الصبح وبتصحى بالليل، خلّيك متأكد إن أنت ضربت جودة النوم دي بالنار، ما عملتش أي حاجة. فحاول على قد ما تقدر إن أنت تطبّق اللي إحنا هنقوله النهارده بإذن الله، بحيث نوصل لأكبر قدر ممكن من جودة النوم إن إحنا نحققه. لإن برضه من المشاكل اللي عندنا إن إحنا ممكن نكون بننام بالليل أو بننام في العموم في الوقت اللي إحنا بننام فيه، ونصحى نحس إن إحنا مش قادرين. ده ليه؟ لإن جودة النوم عندنا ما اتخطّتش ال40%، فدي طبعًا مشكلة كبيرة هنحاول نحلها بإذن الله وإحنا مع بعض دلوقتي. أول حاجة، اضطرابات النوم ليها أشكال كتير، زي أول حاجة الأرق، اللي أنت بتصحى بالليل بعد 3 أو 4 ساعات بس من نومك، زي ما حصل كده معانا النهارده وهاقول لك ليه. تاني حاجة، إن أنت بتصحى من النوم بتحس إن أنت مخنوق، بتصحى بتاخد نَفَس مرّة واحدة مش قادر تتنفّس، دي كمان صورة من ضمن صور اضطرابات النوم. مش عارف دي كانت مفاجأة بالنسبة لك والّا لأ، بس أنا لمّا عرفت كده لإن ده كان بيحصل لي في وقت، اتفاجئت، لإن أنا ما كنتش أعرف إن دي مشكلة من اضطرابات النوم أصلًا. توقعت إن هي ممكن تكون حاجة تانية لا قدّر الله، لكن حاجة ليها علاقة باضطرابات النوم. حاجة غريبة إن النَفَس ذات نَفْسه شِبه بيُقف وأنت بتصحى من النوم مش قادر تتنفّس، فدي كمان شكل من أشكال اضطرابات النوم. في حاجة كمان، لو أنت طول النهار سواء أنت في الشغل أو أي حاجة تانية بتحس إن أنت نعسان، ودي مشكلة عند كتير جدًا مننا. وبالمناسبة أساس المشكلة دي هي جودة النوم، إن أنت ممكن تكون نمت بالليل أنت شايف إن أنت نمت 8 ساعات، ولكن في الحقيقة جسمك استفاد ب3 بس أو ب4 بس، فعشان كده طول النهار بتبقى نعسان. ممكن بنحل حاجة زي كده بالقهوة، بس ده مش صح، ده مسكن من ضمن المسكنات، ودي إحنا هنروح لها بعد كده. دي يعتبر الأشكال الشائعة عندنا في اضطرابات النوم. ودلوقتي هندخل على الأسباب. إيه الأسباب أصلًا اللي بتخلّينا نوصل للمرحلة دي؟ في عندنا أكتر من سبب بيوصّلنا لنقط اضطرابات النوم، منهم أسباب نفسية، ومنهم أسباب جسدية، ومنهم لو لا قدّر الله بناخد أدوية بتأثّر على النقطة دي، وكمان منهم العادات بتاعتنا اليومية. هنذكر واحدة واحدة فيهم كده بسرعة. أول حاجة اللي إحنا قُلنا عليها الأسباب النفسية، وهي زي التوتر أو زي القلق. طيب، في نقطة أنا برضه عايز أذكرها جدًا في الحتّة دي، وهي نقطة التفكير الزيادة. إحنا كتير مننا لمّا بنروح على السرير عشان ننام، في الحقيقة إحنا مش بننام، إحنا بنقعد نفكّر بُكرة هنعمل إيه، والنهارده عملنا إيه، وبُكرة هنخلّص شغل إيه أو task إيه ونسلّمه. خصوصًا الناس اللي قلقانة من المستقبل. وهنا إحنا مش بنقول إن الناس دول مش واثقين في ربنا أو حاجة زي كده، لإن كُلّنا عدّينا بالمرحلة دي، وأنا عدّيت بالمرحلة دي كتير جدًا، جدًا، جدًا. بس خلّيك متأكد يا صديقي إن ربنا زي ما وقف معانا السنة وال10 اللي فاتوا، بإذن الله هيكون معانا السنة وال10 الجايين كمان بإذن الله. فما تقلقش من المستقبل، دي حاجة بتاعة ربنا، أنت عليك إن أنت تعمل دلوقتي وبس. امبارح خلص وبُكرة الله أعلم جاي والّا مش جاي، وإحنا دلوقتي موجودين. فخلّيك فاكر النقطة دي، وعلى قد ما تقدر اتخلّص تمامًا من حتّة التفكير. ممكن تتخلّص منها عن طريق إن أنت تكتب عشان تطلّع الحاجات اللي في دماغك، دي طريقة عظيمة جدًا، جدًا. حاول إن أنت تكتب، مش مهم بعد ما تكتب تعمل إيه، إن شاء الله تكتب وترمي الورقة، ده مش مهم، المهم إن أنت تطلّع اللي في دماغك بأي طريقة. حاول إن أنت تكتب، حاول إن أنت تصلّي، حاول إن أنت وليكن تقرأ قرآن. كل الحاجات دي بتعمل طمأنينة للواحد. لمّا بنكون عندنا مرحلة الطمأنينة، ساعتها فعلًا العقل بيبقى مش محتاج إن هو يفكّر، كإنه عمّال يجري في سباق. حاول الحتّة دي تتخلّص منها. أنا عارف إن إحنا ممكن نكون زوّدنا فيها نقطة التفكير،
ولكن أنا شايف إن دي نقطة كفيلة تبوّظ أي حاجة، في وقت أنا كنت محافظ على أكلي كويس جدًا، وكنت محافظ على التمرين بتاعي كويس جدًا، وحقيقي كنت باعمل معظم الحاجات بنسبة أكتر من 90% بطريقة كويسة، ولكن لمجرد التفكير الزيادة بس ما كنتش قادر أتخلّص منه، ده كان ضارب نومي تمامًا، كنت أقصى يوم بانام فيه 3 ساعات، ده أقصى يوم. وهنا أنا مش باكلّمك على يوم أو 2 أو أسبوع، باكلّمك على أكتر من كده بكتير. فشايف فعلًا إن نقطة التفكير الزيادة دي على قد ما تقدر تخلّص منها بأي تَمَن وبأي شكل وبأي طريقة، المهم إن أنت تتخلّص منها، لإن زي ما قُلت لك دي كفيلة تبوّظ كل نومك مهما عملت في أي خطوة تانية. تخلّيك فاكر دي نقطة مهمة. الحاجة التانية هي الأسباب الجسدية، لو أنت لا قدّر الله عندك أي حاجة من الأسباب الجسدية زي حاجات تخُص القلب أو الربو أو ما شابه ذلك، فمليون في المِيّة ما تتأخّرش في إن أنت تراجع دكتور في الحتّة دي، عشان يقول لك إزاي تحافظ على نومك بما يتناسب مع الحاجة اللي عندك. النُقط الطبية أنا مش هاتدخّل فيها، مع إن أنا عندي تجارب فيها، بس مش هاذكرها بنسبة كبيرة جدًا، لإن أنا شايف إن ممكن حد ياخد التجربة بتاعتي ويطبّقها عليه هو فيتأذي، معلش حتى لو كانت أنا عندي علم فيها برضه من تجربتي الشخصية، بس زي ما قُلت عشان ما حدّش يكررها على نفسه. الحاجة التالتة والمهمة جدًا وهو نمط الحياة بتاعنا أو العادات بتاعتنا، بمعنى إيه؟ إحنا العادات بتاعتنا مؤثرة جدًا، جدًا على نومنا، زي مثلًا إن إحنا بنشرب شاي كتير على مدار اليوم أو بتشرب قهوة. في نقطة تخُص هنا القهوة وهو إن خلّي بالك إن الكافيين بيقعد في جسمك أكتر من 12 ساعة، شئنا أم أبينا كل الأبحاث الجديدة حاليًا بتقول إن الكافيين بيقعد في جسمنا أكتر من 12 ساعة، عشان كده ما تستغربش لو تشرب قهوة الساعة 12:00 وتيجي الساعة 22:00 والّا 23:00 أنت لسه مش عارف تنام، ده عشان تأثير الكافيين على جسمك. في حد هيقول لي: "يا يوسف أنا باشرب الكافيين أو باشرب القهوة وممكن بعدها ب3 ساعات أنام عادي." أقول لك ممتاز، في فعلًا أجسام بتقدر تنام عادي خالص، ولكن حتى الأجسام دي طلعت إن هي مش بتستفاد بجودة النوم 50% حتى، فجودة النوم بتكون ضعيفة جدًا، فأنت خلّي بالك من نقطة الكافيين في جسمك والlife time بتاعه هو 12 ساعة، يعني أنت لو بتنام الساعة 22:00 خلّي آخر كوباية قهوة تشربها هي الساعة 10:00 ص. طبعًا أنا عارف أنت ممكن تضحك وتهزر، أنا أصلًا يا يوسف باصحى الضهر، إزاي هاشرب كوباية القهوة بتاعة الساعة 10:00 ص؟ هاقول لك يا صديقي دي في حد ذاتها كارثة، لو أنت دلوقتي بتصحى الضهر فأنت من قبل ما تصحى أنت ضربت جودة النوم بتاعة بالليل اللي لسه هتحصل أصلًا لو أنت وصلت لها إن شاء الله، فدي كارثة، على قد ما تقدر لازمًا تصحى بدري، لإن الصحيان بدري بيفرق جدًا، جدًا في إن أنت تعرف تنام بالليل. دي نقطة كمان، وفي برضه نقطة وهو التمشية أو الرياضة اليومية. إحنا شغلنا متعلق بإن أنت بتكون قاعد على مكتب، يعني أكبر واحد بياخد اللاب بتاعه بيقعد في cowork space أو ما شابه ذلك، ده لو ما راحش يعني قاعد على السرير ودي مشكلة تانية هنروح لها. فعلى قد ما تقدر حافظ إن أنت تتمشى يوميًا نُص ساعة على الأقل لو أنت مش بتروح الgym. في حلقة من الحلقات الجاية بإذن الله هتكون عن التمارين اللي إحنا نقدر نعملها في البيت عشان مشاكل ضهرنا وعشان الديسك والفقرات وما شابه ذلك، إن شاء الله هتكون قريب جدًا، فدي هتكون مهمة بس برضه لازمًا تنزل الgym على قد ما تقدر، حتى لو يومين 2 في الأسبوع. إحنا دلوقتي مش هنطوّل في نقطة الgym لإن أنا عارف إن ليها مبررات كتير زي إن إحنا ما عندناش وقت ومش فاضيين ومش قادرين وكل الكلام الحلو ده. في حلقة الgym إن شاء الله هنتكلم عن كل المبررات دي، وقد إيه هي مبررات فاضية زي ما إحنا عارفين. دلوقتي هنخلّينا في اضطرابات النوم، قُلنا الأسباب النفسية زي التوتر والتفكير، الحاجات اللي إحنا ذكرناها، وقُلنا الأسباب الجسدية لو لا قدر الله في مرض مزمن ليه علاقة بالقلب أو الربو أو ما شابه ذلك، دي لازمًا دكتور 100% يتدخّل فيها. وقُلنا كمان الحاجة التالتة واللي أنا شايفها من أهم الحاجات، وهو العادات بتاعتنا اليومية. مرّة أخيرة خلّي بالك من عاداتك اليومية، ونصيحة منّي اكتب. اكتب على قد ما تقدر كل حاجة على مدار اليوم، هتبدأ واحدة، واحدة تربّط إيه اللي بيحصل بيأثّر على نومك. زي مثلًا أنت اتمرّنت الساعة 21:00 رجعت الساعة 22:00 أو رجعت الساعة 21:30 ممكن تمرينك يكون نُص ساعة بالمناسبة ودي من المفاجآت اللي هتكون في الgym إن شاء الله. فأنت رجعت الساعة 21:30 كلت وضبّطت دنيتك ونمت الساعة 00:00 على سبيل المثال، لقيت نفسك إن أنت ما عرفتش تنام، هنا أنت هيكون عندك سببين، السبب الأولاني اللي أنت عشان كلت قبل ما تنام وده السبب اللي إحنا صاحيين عشانه دلوقتي. السبب التاني إن أنت اتمرّنت قبل ما تنام، لإن في أجسام بتستجيب للgym بنشاط جدًا، جدًا، إن أنت بعد التمرين بتلاقي إن جسمك مش عايز ينام أصلًا، وفي العكس، في جسم تاني بعد التمرين ممكن يكون عايز ينام. الحاجات دي كلّها يا صديقي أنت هتعرفها إزاي؟ جيناتك مش نفس جيناتي، وجيناتي مش نفس جيناته، الحاجات دي هتعرفها عن طريق إن أنت بتكتب، كل يوم بتاريخه بتكتب إيه اللي حصل معاك،
وبعدها بتعمل analysis للموضوع ده، إيه اللي حصل معايا خلّاني صحيت النهارده؟ وإيه اللي حصل بُكرة خلّاني صحيت بالليل أو خلّاني نمت كويس وهكذا. الanalysis بتاعتك حاجة customize عليك أنت بس، ودي اللي أنت هتطلع بيها لنفسك وهتوفّر عليك كتير جدًا بعد كده. اعتبر إن نفسك آلة أنت بتستكشفها، عايز تعرف المميزات بتاعتها وعايز تتجنب الأخطاء اللي بتحصل معاك فيها، عشان بعد كده تمشي مش هنقول على خطوات ثابتة، ولكن هتكون عارف وأنا باعمل كذا بيحصل لي كذا، فالدنيا معاك تبقى أسهل بكتير. نيجي للجزء الرابع وهو جزء العلاج لكل حاجة من الحاجات اللي إحنا قُلناها، أهم جزء في الفيديو تقريبًا. أول حاجة بعد إذنك روح كل يوم السرير في ميعاد ثابت، الكلمة دي إحنا بنسمعها من أكتر من 10 سنين، وأنا ذات نفسي في أوقات كتير مش باقدر أعمل بيها، بس على قد ما تقدر معلش، روح يوميًا السرير في وقت ثابت. طب يا يوسف أفضل وقت على الإطلاق على حسب ما أنا قريت لكذا حد، إن الوقت اللي بتنام فيه وجسمك بيستفاد منه بنسبة أكتر من 90% هو الوقت بتاع من 22:00 لحد الساعة 5:00. الوقت ده عندنا هو ده الوقت اللي جسمي بيستفاد بيه كويس جدًا في النوم. إن أنت بتطبّق أو إن أنت بتسهر دي حاجة مش هتكون في مصلحتك، على قد ما تقدر حاول تنام وقت بالليل، دي النقطة الأولى. النقطة التانية ودي هتخُص الناس اللي زينا اللي بيشتغلوا على المكتب كتير أو بمعنى أدق بيشتغلوا من خلال ورقة وقلم أو لابتوب أو تابلت أو أي حاجة زي كده، بياخد الحاجة اللي بيشتغل عليها ويروح على السرير قبل ما ينام بساعة أو بساعتين، يقول إيه عشان بافضّي كده وباهدّي دماغي وأقعد أشتغل شوية قبل ما أنام. هنا في كارثة إحنا عملناها، وهو إن عقلك مش بيميّز أنت دلوقتي بتعمل صح أو غلط، بتعمل حاجة حلوة أو وحشة ولا أي حاجة من الكلام ده، على قد ما هو بيربّط الدنيا ببعض. دي حاجات شئنا أم أبينا لازمًا نكون مقتنعين بيها، عقلنا بيربّط الدنيا ببعض. زي إيه؟ زي بالضبط اللي لمّا بيتعصب بيروح مطلّع السجاير بكل تلقائية وبيشرب، هنا هو ما فكّرش، ده بكل تلقائية. زي إيه كمان يا يوسف؟ زي اللي بيصحى من النوم عقله لسه مش شغّال، دخل عمل كوباية القهوة وشرب. ده بكل تلقائية عقلنا بيربط الدنيا ببعض، بيحصل كذا فباعمل كذا. خلّي بالك جدًا من التربيطات دي، التربيطات دي هي دي اللي بتكوّن العادات عندنا، والعادة عندنا كفيلة تطلّعك في حتّة كويسة جدًا، جدًا، وبرضه كفيلة تنزّلك في حتّة سيئة جدًا، جدًا. فخلّي بالك من حتّة التربيطات بتاعتك عشان العادة بتاعتك هتفرق في حياتك في كل الأحوال، سواء بالإيجاب أو لا قدّر الله بالسلب. في حاجة كمان من الحاجات المهمة جدًا واللي أنا ذكرتها على مدار الفيديو، إن أنت ما تاكلش قبل ما تنام. أنا لسببٍ ما كلت قبل ما أنام بحوالي ساعة واحدة بس، وده طبعًا أثّر على نومي، وبالفعل خلّاني صحيت بعد حوالي 3 ساعات فقط، ومش قادر أرجع للنوم كمان. معظم أجسامنا لمّا بتيجي تاكل وتنام أنت نمت، يعني أنت بتكون شايف إن أنت نمت، ولكن في الحقيقة جسمك شغال بيهضم وبيحلل الأكل وكل الكلام اللي إحنا عارفينه ده. ففي الحقيقة أنت ممكن تكون نمت بس هتشيل 3 ل4 ساعات من النوم ده جسمك شغال فيهم، فأنت أصلًا لمّا تصحى في كل الأحوال أنت جسمك مش هيحسب إن أنت نمت 8 ساعات، حتى لو أنت كنت شايف إن أنت نمتهم. فخلّي بالك من نقطة الأكل، حاول على قد ما تقدر تاكل قبل النوم ب4 ساعات، لو أنت مش قادر يبقوا 3 ساعات، أقل من كده في الأغلب نومك هيتأثّر. فكمان حافظ على النقطة دي، إن أنت تبعد الأكل عن نومك. نقطة من النقط اللي بتُقع مننا كمان كتير جدًا وهو الشاي، إحنا متعودين بعد الأكلة بنشرب شاي، بنتكلم في التليفون بنشرب شاي وهكذا. الشاي كمان يا صديقي فيه نسبة من الكافيين، فخلّي بالك إن الشاي أنت المفروض تشربه بحد أقصى بعد العصر، ده الوقت اللي أنا شُفته بيكون مناسب، لإن أنت ممكن تشربه بعد المغرب أو بعد العشا، الكافيين اللي فيه مش نسبة زي القهوة إحنا عارفين كده، ولكن ما زال اسمه فيه، فدي حاجة برضه هتأثّر على جودة النوم اللي إحنا بنتكلم عنها. فعلى قد ما تقدر ابعد الشاي برضه عن النوم بتاعك بحوالي 6 ساعات أو أكتر لو تقدر، دي هتكون حاجة في مصلحتك جدًا. والحاجة الأخيرة أنا شايف إن في فيتامينات هتفرق معاك زي مثلًا فيتامين D وزي الMelatonin لو أنت النوم بتاعك سيء للغاية، وده خلّي دكتور يرشحه لك في الأفضل، وكمان المغنيسيوم هيفرق معاك برضه في النوم بتاعك والاسترخاء العضلي لمّا تيجي تنام. دي معظم الحاجات الأساسية اللي إحنا ذكرناها، ممكن نتطرق لجزء صغير كده أنا شايف فنعتبره دردشة في نفس الحلقة مش فيديو منفصل ولا أي حاجة، وأقول لك على حاجات أنا شايف إن هي توفّر عليك كل الكلام اللي إحنا قلناه بتاع مشاكل النوم، وهُم بكل اختصار إن أنت تبطّل تفكير على قد ما تقدر، تمارس رياضة في ميعاد ثابت يوميًا، تبعد القهوة والكافيين عن نومك على قد ما تقدر، خصوصًا القهوة لا تقل عن 10 ل12 ساعة.
بعيد عن نومك. وبافكّرك يا صديقي إن أنت ما تستهونش بمشاكل النوم، ولازمًا تحلّها زي ما أنت لمّا بتقابلك مشكلة في الشغل بتدوّر على حل عشان تحلّها وهكذا. النوم بيأثّر على جودة الحياة بتاعتنا أكتر ما إحنا متخيّلين، بيأثّر على عصبيتنا لمّا بنكون مش نايمين كويس، بيأثّر على توتُّرنا من أقل حاجة بتأثّر علينا، بيأثّر كمان على الإنتاجية بتاعتنا وفهم المدخلات اللي ممكن تدخل لنا في نفس وقت تاني نفهمها بطريقة مختلفة ونحلّلها طبعًا بطريقة مختلفة. فخلّيك محافظ يا صديقي على الحاجات اللي قُلنا عليها، وما تنساش لو لسه بتقابلك مشكلة في النوم لازمًا تراجع دكتور فيها، لازمًا مليون في المِيّة، دي من الحاجات الurgent جدًا، جدًا، جدًا. ولو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك في القناة، ولو عندك أي comment أو أي حاجة بالتحديد عايز نتكلم عليها الفترة الجاية عرّفني، وإن شاء الله هاكون من ضمن حلقاتنا. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.